يوم الاثنين عندنا ماتشات عنب، والدوري المصري هنا على صفيح ساخن هنا اهو. الزمالك بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ما حدش قادر يوقفه خالص، ولا في الكونفدراليه ولا في الدوري المصري. يوم الاثنين الجاي الزمالك هيلاعب انبي والاهلي هيلاعب بيراميدز. علشان يبقى في امل للاهلي ان هو ياخد الدوري لازم الاهلي يكسب بيراميدز ولازم الزمالك يخسر من انبي. طب هل بقى الزمالك ممكن يخسر من انبي؟ اقول لك على حاجه، صعب، رغم ان انبي على فكره كويس جدا ولعبوا ماتش قدام الاهلي كويس جدا جدا. بس الحقيقه بقى والحق يتقال ان اليومين دول اي حد هيلعب ماتش حلو قوي قدام الاهلي، عشان الاهلي حرفيا ما جاش، لا لعيبه نافعه ولا مدرب حضرتك نافع، وكله بيألف، لعيبه غيرانه من بعضها علشان خاطر الفلوس، مدرب مش فاهم اي حاجه في اي حاجه خالص. وعندك الناحيه الثانيه الزمالك استقتال مش طبيعي على البطوله. الزمالك جايب شويه لعيبه فوق السن، جايب لك المهدي سليمان اللي مش عارفه عمره كام 30 سنه، وجايب لك عبد الله السعيد اللي عمره كام 30 سنه، وشويه صفقات كده ملهاش اي 30 لازمه، وبسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله شارخ سواء في الكونفدراليه او في الدوري المصري. فمهما كان انبي كويس وبيأدي قدام الفرق الكبيره، صعب موت يهزم الزمالك. الزمالك ايه اللي جرالها؟ بقى عندهم حماس كده وبيستقتلوا على الكوره، عيال بقت رجاله وبتاكل النجيله، رغم ان فرقه الزمالك دي كلها بتمن زيزو وتريزيجيه. وفي نفس الوقت جماهير الاهلي ما عندهمش اي ثقه في النادي الاهلي ان هو يكسب بيراميدز اللي الزمالك كسبه عادي. يعني هو ما كانش عادي قوي بس عادي يعني، واي نعم الجون برضو بتاع الزمالك مشكوك فيه انه اوف سايد بس عادي برضو. هنقعد نقول بيكسبوا بالحكام، هنقلدهم يلا بقى الله يسهل لهم. بس الاهلي لازم يكسب والزمالك لازم يخسر علشان ما يبقاش موسم صفري على الاهلي، يطلع من دوري ابطال افريقيا وكمان ما ناخدش الدوري. ما احنا حضرتك لو ما خدناش الدوري السنه دي حضرتك مش هندخل دوري الابطال السنه الجايه. يرضيكوا كده يا زمالك؟ يرضيكوا كده؟ ده احنا بنحبكوا، انتوا الكونفدراليه وسيبوا لنا الدوري عشان خاطري. بس بعيد بقى عن الهزار والحاجات دي كلها، الزمالك فعلا يستاهل الدوري ويستاهل الكونفدراليه. اي اهلاوي اي اسماعيلاوي اي فرقه من مصر اكيد هيقول لك الزمالك، اي بني ادم حتى جاي من كوكب المريخ هيقول لك ان الزمالك يستاهل ان هو ياخد الدوري والكونفدراليه السنه دي. يعني الرجاله في اصعب الاوقات واقفين عندهم حماس وعندهم هدف بيجروا عليه علشان يثبتوا ولائهم لنادي الزمالك. ولا الجمهور بتاع الزمالك ايه لو الموضوع بتاع الدوري ده اتقلب في الاربع ايام دول، وان الزمالك خسر من انبي او اتعادل مع انبي وسموحه والاهلي كسب الماتشات بتاعته اللي جايه كلها، وان الاهلي يكسب الدوري. على قد فرحتي بنادي الاهلي على قد ما انا هكون زعلان على جماهير نادي الزمالك، ودي حقيقه، لان هم فعلا كانوا بقلوبهم بيشجعوا ورا النادي. كل الماتشات بشوفهم في الاستاد بصراحه لا انتوا عاملين شغل عالي قوي، سواء لعيبه او جهاز فني او جمهور، تستاهلوا. وعلى العموم دي حاله حلوه جدا في الدوري ان ما يبقاش محسوم لفرقه واحده بس، ونبقى عارفين كده الدوري لمين، الدوري لحد اخر لحظه هنا او هنا او هنا، الله اعلم. تعالوا نشوف في يوم الاثنين ايه اللي هيحصل، واقابلكم بعد الماتشات. وده اخر الكلام، سلام.